تعال احكي لك. زمان كنا بنشتري شرايط الموسيقى ألبومات. الشريط المغني بينزل فيه أكتر من أغنية، مش أغنية واحدة. وطبعا كانت الأغنية الرئيسية هي اللي بتنزل في الأول وكل الناس بتسمعها. وبعدين نقعد نسأل نفسنا، الألبوم ده يستحق إن احنا نشتريه كله على بعضه، ولا نفضل نسمع الأغنية دي لما تيجي في الراديو، ولا نسجلها من الراديو وخلاص؟ أوقات كتير في العلاقات احنا بنعمل الغلطة دي، إننا بنسمع أغنية واحدة بس من الشريط. بنسمع فصل واحد من حياة الشخص ده، بنسمع مقابلة واحدة احنا قابلناه فيها، ونعجب جدا بالشخص ده، ونعجب جدا بالفصل ده، ونعجب جدا بالجزء ده اللي هو بيبيعه لنا في شخصيته. لكن ما بناخدش بالنا ان الشخص ده ألبوم أغاني، كتاب على بعضه، ما هواش فصل واحد. وبنقعد ننبهر جدا بالفصل اللي احنا شفناه، وما نفكرش طب ايه الفصول التانية. طيب في العلاقة دي الجوانب التانية من العلاقة هتبقى عاملة ازاي؟ الوقت الأولاني من العلاقة اللي بيبقى فيه الافتتان بيخلينا ان احنا مبهورين جدا بالشخص اللي قدامنا، وعايزين نشوفه، وعايزين نسمعه، وعايزين نعرف كل حاجة عنه. وفي الغالب احنا بناخد الأول زي ما بيقولوا كده وش القفص. بعد كده مهم ان احنا نشوف التفاصيل. هو احنا هنعرف نعيش مع بعض؟ هو احنا هنعرف نكون علاقة طويلة مع بعض؟ ولا الشخص ده الصفات بتاعته، الظروف بتاعته، الطريقة اللي هو بيعيش بيها حياته، الطريقة اللي هو مختار ان هو يتعامل بيها مع الدنيا ومع الناس ما تناسبنيش، او ممكن ما تبقاش احسن حاجة بالنسبة لي. دايما نفكر في الناس مش كأغنية واحدة، فكر في الناس ألبوم على بعضه. لان انت هتاخد الألبوم على بعضه وهتتعامل مع الألبوم على بعضه، انت مش هتقدر تفصل الألبوم عن الأغنية. كان زمان بيبقى عذاب الموضوع ده، ونقعد نعيد ونزيد في الشريط، وكل ما الأغنية تخلص نقعد نرجع من الأول لغاية لما تيجي الأغنية من الأول تاني ونشغلها. في الحقيقة انت مش هتقدر تعمل كده. انت محتاج ان انت، او محتاجة ان انت، لما تتعرفي على حد، لما تشوفي حد وتنبهري بيه او تنبهر بيها، بص على بقية التفاصيل. لان العلاقة مش هتقف على تشابتر الانبهار وبس.